انت نفسك ما بقيتش نفسك من 4 سنين. الحرب بدأت وروسيا دخلت اوكرانيا. المفروض دي حرب ما بين دولتين في اقصى شمال الارض، ولكنها للاسف اتأثر بيها كل سكان الكوكب. مش بس اوكرانيا اللي اتغيرت، لا انت كمان اتغيرت. الاكل اللي بتاكله، الذهب، العملة، العربيات، كل ده اتأثر من الحرب اللي على بعد آلاف الكيلومترات. 24 فبراير 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. الصواريخ بدأت تنزل على كييف وطيارات حربية في السماء، والعالم كله واقف مصدوم. طيب هي الحرب أساسا بدأت ليه؟ المبرر الروسي إن أوكرانيا بتقرب من حلف الناتو، وده خط أحمر عند موسكو ومش هيتم السماح بيه. الحرب بدأت وكأنها هتخلص في أسبوعين. عدى 4 سنين والأزمة لسه مستمرة. هقول لك على أكتر حاجة مثيرة للجدل. الحرب دي غيرت في نظريات الجيوش والعسكرية في العالم. ببساطة دولتين بيحاربوا بعض بشراسة لمدة 4 سنين، وفي ال4 سنين دول أوكرانيا كانت حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة. يعني روسيا بتجرب أسلحتها وبتختبر فعاليتها، ومن ناحية تانية أوكرانيا بتطور نظريات جديدة علشان تتغير النظريات العسكرية القديمة. الحرب دي ما هياش زي أي حرب شفناها. كان الأول معنى الحرب إن جيشين كبار بيحاربوا بعض، دبابات وطيارات مقاتلة ومدافع. ولكن اللي بيحصل ما بين روسيا وأوكرانيا كل ده بيتغير. دخلنا رسميا عصر المسيرات. أوكرانيا نظريا دولة أصغر وأضعف بكتير من روسيا، ولكنها نجحت في مقاومة جيش عملاق باستخدام المسيرات اللي تمنها أقل بكتير جدا من أي قذيفة في أي سلاح. درون ب 400 ولا ب 500 دولار بيدمر دبابة ب 2 مليون دولار، ومسيرات تانية أغلى شوية ممكن يوصل تمنها لكام ألف دولار قادرة إنها توصل لأي نقطة خلف خطوط العدو. وده بيحصل فعلا لما أوكرانيا بتستخدم مسيرات بتوصل للعمق الروسي وبتضرب الكريملين. لأول مرة في التاريخ موسكو بتتضرب بالمسيرات. زي ما الصراع ما بين مصر وما بين إسرائيل غير في النظريات العسكرية، واللي كان فيها القطع البحرية الكبيرة ما بيواجههاش غير قطع كبيرة زيها. احنا غرقنا المدمرة إيلات الكبيرة بلانش صواريخ صغير. النظرية دي بتتكرر دلوقتي بمسيرة صغيرة بتحطم آليات عسكرية كبيرة. في حاجة كمان أخطر، إن القوة دلوقتي ما بقتش تتقاس بعدد أفراد الجيش. يعني مش معنى إنك عندك جيش كبير فأنت كده هتحقق الانتصار. المعركة دلوقتي بتتحسم بالتكنولوجيا والذكاء. حروب المستقبل اللي بدأت فعليا من 4 سنين بقت أي دولة صغيرة أو حتى مجموعة مسلحة تقدر تشتري مسيرات وتضرب بيها أهداف استراتيجية. المسيرات بقت صداع للعالم كله، وكل الجيوش تقريبا بدأت تعيد هيكلة نفسها. الصين مثلا كل شوية بتعلن عن سلاح جديد لمواجهة المسيرات. روسيا بقى عملت سلاح اسمه سلاح المسيرات، يعني زي القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي كده بقى في سلاح اسمه سلاح المسيرات. ومفيش دولة في العالم ما بقاش عندها درونز بأنواعها، سواء بقى استطلاع أو هجومية. الطيارات بدون طيار دي بدأت تقوم بدور زي البشر بالظبط وبسعر قليل، والكل هنا بيستعد لحروب المستقبل. في مصر بقى هنا أم الدنيا اتأثرنا ازاي؟ الذهب في مصر سعر عيار 21 في 24 فبراير 2022 قبل الحرب بدقايق كان ب 832 جنيه. وصل دلوقتي كام؟ لحد لحظة التصوير دي 6980 جنيه. يعني اللي اشترى 10 جرام ذهب أول يوم في الحرب دفع 8320 جنيه بس. لو باعوا النهارده بقى يبيعوا بكام؟ ب 69800. مصر يا صديقي مش بمعزل عن العالم. الذهب ارتفع عالميا في حرب روسيا وأوكرانيا دي من 1900 دولار للوقية وبيوصل ل 5200 دولار دلوقتي. الدولار كمان في مصر نط من 15.7 جنيه ودلوقتي بيوصل حوالي 47 جنيه. طيب ليه بقى الكلام ده حصل؟ وهل مصر اتأثرت لوحدها؟ الأسعار في العالم كله ارتفعت بجنون. ما انت شايف الذهب لسه بقول لك عالميا وصل كام؟ ايه تاني بقى غير الذهب اتأثرنا بيه؟ اوكرانيا وروسيا كانوا بيصدروا لمصر حوالي 80% من احتياجاتنا اللي بنشتريها من بره من القمح. لما الحرب بدأت طبعا أسعار القمح العالمية طارت، فمصر اضطرت تدفع اكتر، وده طبعا ضغط على الاقتصاد. طيب هو مصر بس اللي اتأثرت؟ العالم يا صديقي زي ما كان بيتقال كده زمان قرية صغيرة. اوروبا مثلا دخلت في ازمة طاقة كبيرة لان روسيا من اكبر مصدري الطاقة في العالم، وكانت بتصدر الغاز لاوروبا في الشتاء علشان تتغلب على الجليد هناك. العقوبات الغربية اللي حصلت على روسيا وحظر الاستيراد منها رفع اسعار البترول والغاز عالميا. طيب الحرب فين دلوقتي بعد 4 سنين ومين كسب؟ مفيش حد لا انتصر ولا اتهزم.
الكل خسران. روسيا واوكرانيا خسروا اكتر ما كسبوا في الحرب دي. لو جينا لروسيا فهي خسرت بعقوبات اقتصاديه وعزله دوليه، وكمان مئات الالاف من الضحايا، والعمله عندهم بتنهار. اوكرانيا بقى اتدمرت البنيه التحتيه بشكل شبه كامل، وبقى عندها ملايين اللاجئين ومدن كامله اتشالت من الخريطه. اوعى تفتكر ان عشان الحرب دي بعيده عننا فاحنا ما تاثرناش بيها. وده بينطبق يا صديقي على اي صراع بيحصل في اي حته في العالم. هقول لك على خسائر العالم وعلى راسهم روسيا من الحرب دي. بالارقام اللي دفعته روسيا لحد دلوقتي وصل لاكتر من 1,200,000 جندي، ما بين قتيل وجريح ومفقود. ارقام الضحايا الحقيقيه مفيش عليها اي اتفاق. يعني في يناير السنه دي مدير الCIA السابق قال ان روسيا خسرت ما بين 1.1 مليون قتيل وجريح، وفي احصائيات تانية بتقول ان العدد اكبر من كده. طيب دي الخسائر البشريه، ايه الخسائر الاقتصاديه؟ خليني اقول لك على ميزانيه الدفاع الروسيه سنه 2025 وصلت لحوالي 15.5 تريليون روبل، يعني بالدولار حوالي 202 مليار دولار. اوروبا وامريكا فرضوا على روسيا اكبر حزمه عقوبات في التاريخ، تجميد اصول روسيه باكتر من 300 مليار دولار في الخارج، ده غير انسحاب مئات الشركات الغربيه من هناك. روسيا بتعزل نفسها عن النظام المالي العالمي. طيب امريكا واوروبا بقى خسروا ايه وتاثروا ازاي؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده خليني اقول لك ان لما بدات الحرب كان في سؤال اصعب بيتقال، هو الغرب هيقف مع اوكرانيا ضد روسيا؟ الاجابه مع الايام وبعد 4 سنين كامله طبعا حصل. دول دفعوا مئات المليارات كمان. في احصائيه بتقول ان امريكا لحد السنه اللي فاتت وفرت 188 مليار دولار في انفاق مرتبط بحرب اوكرانيا. ومعهد كيل الالماني قال ان اجمالي اللي خصصته امريكا لدعم اوكرانيا وصل 120 مليار دولار، منهم 65 مليار مساعدات عسكريه، يعني مش مدفوعه الثمن. اي نعم المشهد دلوقتي اتغير، ومع وصول ترامب للحكم المساعدات وقفت شويه، لكن اللي اتدفع خلاص. واوروبا بقى عوضت نقص الدعم الامريكي اللي حصل. الاتحاد الاوروبي بيوفر 197 مليار دولار في مساعدات ماليه وعسكريه وانسانيه من اول الحرب. ومعهد كيل برضو بيقول ان المساعدات اللي وصلت اوكرانيا من كل الدول تقريبا بتوصل لحوالي 383 مليار دولار خلال ال4 سنين. الحرب دي غيرت في النظام العالمي، واكتشفنا كلنا فجأة ان اي صراع بيحصل ما بين اتنين في اقصى حتة بعيدة عننا للأسف بيتأثر العالم كله بيها. حتى لو وقفت الحرب النهاردة العالم عمره ما هيرجع زي زمان. كل اللي احنا قلناه ده والعالم في انتظار جولة جديدة من الحروب، بس المرة دي ما بين امريكا وايران.